ازيكم عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير وبصحه وسلامه وهابي فالنتاين. هابي فالنتاين، مع اني ما بعترفش بالفالنتاين لان انا بقضي هابي فالنتاين في اماكن تانية للاسف الشديد. وغالبا يعني اللي بيعيدوا عليا الاطفال، وده احسن عيد بالنسبه لي ان يكون هابي فالنتاين معايا بيبي صغير، بيبيهات صغنططه بتتولد على ايدي. المهم، حابة أكلمكم النهاردة عن موضوع كده مهم شوية، هو اسمه قرحة عنق الرحم. أحيانا بيجيلي ستات العيادة متشخصة التشخيص ده من أماكن أخرى، بناء على ايه؟ بناء على سونار، بناء على اعراض، وبتيجي متشخصه وكمان متعالجه بعمليه كي لسه عاملاها ما كملتش شهر او شهر ونص، وتقول لك رجعت لنفس الاعراض مره تانية. اولا عمليه الكي اللي كانت بتتعمل بجهاز معين في العياده دي اصبحت شيء غير رائج البته، وما بقتش تتعمل اصلا. الفتره دي بقى لينا حاجات تانية بنحاول فيها افضل بكتير، او نتجنب على قدر الامكان عمليه الكي. بتبقى عامله رعب للست ذات نفسها، وبتعمل لي انا رعب شخصيا، مش ان انا اعملها او اني مثلا ما بعرفش اعملها، لا، بس هي بتبقى عامله لي رعب لان انا ببقى واخده احتياطات كتير جدا وانا بعملها. بس انا ما بقتش اعمل عمليات الكي دي على الاطلاق، وبقينا نلجا لحاجات تانية بناء على تشخيص العينه. في شكوى شهيره جدا هي اللي بترعب الست حرفيا. الست بتيجي بتقول ان بعد اي علاقه زوجيه ما بيني وما بين جوزي بيحصل دم، او بينزل عليا دفء من الدم او نقاط من الدم. فطبعا هي بتترعب، فغالبا بيكون تشخيصها قرحه عنق رحم. مش معنى كلامي ان العرض ده بيبقى موجود يبقى اكيد في قرحه، لا، والعرض ده مش مرتبط ارتباط تام بوجود القرحه، لا برضو، لان العرض ده متواجد مع حاجات تانية كتير جدا مش حابه اتعمق فيها، لان انا لو تعمقت فيها هرعب الست اللي قدامي اكتر. بس انا بقول التشخيص الرائج او التشخيص عامه اللي بيبقى متواجد وغالبا بيبقى موجود بنسبه 90% ان هي بتشخص عنق رحم مش من العرض، لا، هي بتيجي تشتكي من العرض ده. فانا بحب من المدرسه القديمه اللي بتحب تفحص فحص نسوي بآلة معينه بسيطه كده، احب اشوف شكل عنق الرحم بتاعي هيلسي ولا لا، يعني كويس ولا لا، احب اشوف الحواف بتاعته، احب اشوف فيه قرحه فعلا ولا لا، ولو في قرحه بيبقى ليها تشخيص، لان في 600 نوع من القرحه. يعني بمعنى كلامي ان مش كل قرحه علاجها كي، في كذا قرحه وكل قرحه بيبقى ليها سبب. في قرحه التهابات مزمنه و طبعا انا لما بشوف شكلها افضل لي بكتير في التشخيص بتاعها، وافضل لي بكتير في العلاج بتاعها. بعدين بعمل سونار فاجينال او مهبلي، ببتدي اشوف بقى احنا واصلين لايه، بشوف حاجات معينه طبعا انا مش هقدر اشرحها للبيشنت اللي قدامي او العيانه اللي قدامي، بس على الاقل هي هتكون معانا تشخيص معين، التشخيص ده هيوصلني لعلاج معين. المعلومه اللي عايزه اقدمها في فيديو النهارده ان مش كل قرحه في عنق الرحم حلها ان انت تكوي، ومش معنى ان انت تكوي ان هي مش هترجع تاني، لا، للاسف هي بترجع تاني، لان مفيش ولا ست ما بيجيلهاش التهابات، ومفيش ست لما بيجيلها التهابات بتعالج وما بترجع لهاش مره تانية. القرحه دي بتبقى نتيجه التهابات مزمنه، يعني كلنا بيجي لنا كده ان هي مثلا بتروح وبتيجي وبتيجي بتروح وهكذا، وطبعا الالتهابات ياما انواعها كتير ومش كل مره. انا عايزه بقى اتكلم في النقطه دي. في واحده تيجي تقول لك انا كان عندي التهابات، خدت الدكتوره كشفت وادتني علاج معين وارتحت عليه، بعد 4 شهور او 5 شهور رجعت تاني، فقررت مني لنفسي العلاج مره تانية. اهو ده غلطكم بقى يا ستات، لان المفروض ان مش شرط الالتهابات اللي جاتلك المره اللي فاتت هي نفس النوع بتاعه المره دي، فهتيجي تاخدي العلاج بتاع المره اللي فاتت كانك يا ابو زيد مغازيل، حرفيا مش هتعمل معاكي اي نتيجه، لان جالك التهابات لسبب اخر. فضروري جدا الاستشاره الطبيه والفحص الطبي عشان انا اشخص الحاله دي. حته بقى ان انا اروح واتكل على الله في حوار الكي ده، ارجوكي نصيحه تحاولي تلجئي الاكثر